هي بنت مبارك ولا بنت وسائل التواصل الاجتماعي؟ مروه بنت مبارك، القصه اللي قلبت السوشيال ميديا الايام اللي فاتت. انت متخيل تصحى الصبح تلاقي واحده طالعه على السوشيال ميديا بتقول انا بنت الرئيس السابق محمد حسني مبارك؟ اه والله ده مش هزار ولا اشاعه، دي واحده بوشها وبصوتها بتقول كده قدام الناس كلها، وبتقسم بالله انها بنت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وانها كانت مختفيه لسنين طويله لحمايتها من المؤامرات السياسيه. طب والناس كانت بتقول ايه؟ الناس اتقسمت نصين، نص كان مصدق وبيقول فعلا انها شبه الرئيس مبارك، والنص التاني كان بيقول دي عايزه الشهره عايزه الترند. ومش بس كده، مروه كانت بتطلع في فيديوهات بتقول على فنانه شهيره وعلى بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي انهم عاملين شبكه لتجاره الاعضاء، وان الفنانه دي والناس اللي معاها بيشتغلوا شغل مش تمام. وطبعا الفنانه اللي اتشهر بيها قالت كفايه تشهير وكلام فاضي، وقامت مقدمه بلاغ رسمي فيها. طبعا الداخليه اتحركت فورا، وبعد التحريات تم القبض على مروه اللي كانت بتدعي ان هي بنت الرئيس مبارك. اتقبض عليها فين؟ اتقبض عليها في اسكندريه، مع ان هي من امبابه. اتقبض عليها وهي ماسكه موبايلين، واحد فيه محفظه ماليه الكترونيه مليانه تحويلات من الخارج. ولما سالوها انت مين اصلا وازاي بيجي لك تحويلات من بره ومنين بتجيبي الكلام اللي انت بتقوليه وايه دليلك على الكلام اللي انت قلتيه، كان ردها بكل هدوء وبرود ايوه انا قلت كده علشان خاطر الترند وعشان خاطر الشهره وعلشان اكسب مشاهدات ويجي لي فلوس اكتر وتحويلات اكتر، لانه ببساطه شويه اشاعات على حبه بهارات على شويه شتيمه فنانين بيساوي الترند، والترند يعني الشهره وفلوس اكتر. ونيجي دلوقتي نسال طب هو ليه محدش من اسره الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رد عليها؟ وبالفعل في واحد طلع سال استاذ علاء على تويتر قال له انت ليه ساكت ما بتردش على البنت اللي بتقول ان هي بنت الرئيس محمد حسني؟ وكان رد استاذ علاء بسيط وحاد، مش كل واحد يطلع يقول كلام فارغ هندي له اهتمام. ودي كانت اول واخر مره حد من عيله مبارك يعلق. هنا بقى محتاجين نسال ازاي وصلنا للمرحله ديت؟ ازاي اي حد يطلع يقول اي كلام ويتهم اي حد باي اتهامات، كل ده بدون اي رقابه؟ وهل بقى هو المحتوى التافه هو اللي بينتشر وهو اللي بيطلع ترند؟ خليني اقول لك يا عزيزي ان الايام الجايه والتحقيقات هتبين حاجات كتير. هل في حد ورا مروه؟ هل في حد ورا الست ديت؟ ولا جنون الشهره والترند والسوشيال ميديا هو اللي خلاها تعمل كده؟ هل التحويلات اللي موجوده على تليفونها هي دي ارباح الفيديوهات، ولا التحويلات دي عشان خاطر حاجه تانية؟ الموضوع ممكن ما يكونش هزار، في جهات بتشتري الفوضى وبتأجر ناس عشان تبهدل صور فنانين او شخصيات عامه او حتى رؤساء سابقين. خلاصه ان الست دي اتحبست والتحقيق شغال والسوشيال ميديا مولعه ومفيش اقرب من كده ترند. لو كملت معايا الفيديو لحد هنا ما تنساليش في اللايك والمتابعه والشير عشان هيكشف لك كل التحقيقات اللي جايه وهنقول لك على كل حاجه بصراحه.